اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين. رمضان على الابواب. تعالوا شوفوا بقى، عملت كمية كبيرة من اللحوم والفراخ. من كيلو واحد لحمة مفرومة وصدرين من الفراخ. كل الكمية دي والله كل الكمية دي من صدرين من الفراخ وكيلو بس من اللحمة المفرومة. انا زوزة ودي قناتي. لو اول مرة تشوفوني تابعوني واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بسم الله. زي ما انتوا شايفين معانا صدرين ومعانا كيلو وربع من اللحمة المفرومة بالظبط يعني. هنفرم عندنا كده كمية كبيرة من البصل، حوالي مثلا كيلو. هناخد منها طبق نركنه على جنب علشان احنا هنبتدي نعمل في اللحمة، وهناخد الكمية دي هنحتاجها للتعصيج اللحمة، وهنحتاج منها للفراخ. عندنا كده نص كيلو من البرغل، احنا غاسلينه بس وصفيناه كويس، ما نقعناهوش ولا حاجة. هنجيب البصل بتاعنا، هندعكه كده الاول بايدينا عشان البصل ينزل المية اللي فيه كده على البرغل ويطريه. هنفضل ندعكه بايدينا كويس. بعد كده بقى، بعد ما دعكناه كويس، هنجيب اللحمه بتاعتنا وننزل بيها بقى على البرغل والبصل وربع من اللحمه. هناخد منه كده حوالي ربع كيلو او اقل، يعني احنا هناخد حاجه بسيطه على جنب للتعصيق. وهناخد بقى الكيلو بتاعنا ده هننزل بيه على البرغل والبصل بالشكل ده. برضو هنعملهم بايدينا. ندخل كده البرغل والبصل في قلب اللحمه. وكده كده احنا لسه هناخدها وش تاني في كبة بطل بتاعنا النهاردة، يعني هنستعملها في كل الوصفات تقريبا. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، ندعك فيها كويس ونقلبهم في بعض. بعد كده بقى هناخدهم على الكبة ونديها وش كده كله يختلط مع بعضه، البصل مع البرغل مع اللحمة بالشكل ده في قلب الكبة، ونضربهم لحد ما ينعم معانا ويبقى كده ناعمة وبتتشكل معانا وطرية في ايدينا. وهنعمل بقى كل الكمية اللي في الطبق بتاعتنا دي، ويبقى الخليط بتاعنا كده كله جاهز. ده اللي هنشتغل منه ان شاء الله. ركزي معايا في الخطوات وامشي عليها عشان باذن الله تطلعي كمية كبيرة جدا، اكتر من 15 وجبة تكفيكي طول الشهر لحوم وفراخ. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، شايفين متماسكه ازاي. هناخد منها كده، انا اخدت بالويم بس انتوا ممكن توزنوا حوالي ربع كيلو. خدت منها وحطيت بضايه وكوبايه من البقسماط او الفيجيتار زي ما تحبوا او المتوفر عندكم. هنحط البهارات بتاعتنا، كزبره وفلفل اسمر وبابريكا. وهنحط توم بودره وبصل بودره. وهنحط كركم او كاري. وهنحط معانا هنا بهارات اللي هي الجاهزة يعني. وهنحط فص توم. ممكن تحطوا بهارات لحمة، ممكن تحطوا 7 بهارات. وهننزل بقى في المكونات كده بالبيضة والفيجيتار والمكونات والبهارات بتاعتنا في قلب الكب. ونديها بقى ضربة كده زي ما انتوا شايفين كده. نضربها كويس. زي ما انتوا شايفين هناخد بقى كرة كده ونجيب كيس ونقسمه نصين ونشكل كده بشكل عشوائي عشان يدينا شكل البفتيك. دي وصفة البفتيك الكداب. هو مش كداب قوي يعني. بعد كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله طالعه جميله. وانا عايزاها يعني، انتوا ممكن تشكلوا الكور على الحجم اللي انتوا تعملوه. انا عملتها كبيره شويه، عايزاها قطعه بفتيك كده تملى العين. زي ما انتوا شايفين بناخد الكوره وبنشكلها في الكيس كده بشكل عشوائي عشان يدينا شكل البفتيك بالشكل ده. شايفين ما شاء الله القطع قد ايه، وقوامها جميل ومظبوط جدا. ادي عندنا ما شاء الله عمل حوالي 10 من البفتيك، حجمها كبير. حطيت كل 5 في طبق بالشكل ده. تعالوا بقى نعمل تاني وصفة. هنعمل ان شاء الله الكفتة. حطينا برضو ربع كيلو، حطينا برضو من بهارات اللحمة. حطيت معلقة من البيكنج باودر، حطيت معاه شوية خضرة. انا حطيت يعني عودين شبت وبقدونس. عندنا فلفل حامي وقرن فلفل احمر ونص فلفل اخضر. وحطينا بقى الملح بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، الملح والكمون والكزبرة والبابريكا. وهنحط برضو كركم، وهنحط بصل بودر وتوم بودر. واحنا حاطين فص توم، طبعا احنا مش بنحتاج اي بصل لان هو الخليط فيه بصل منه فيه. وهنضرب بقى الكلام الجميل ده كله مع بعضه، ويبقى عندنا احلى خليط كفتة. بصوا ما شاء الله.
انتوا هتشوفوا اصلا وهي بتتشكل جميل. انت طبعا هتجيبي بقى جنبك كده في اي حاجه بسيطه زيت وتاخدي منها وتشكلي. انا مشكلاها على معلقه، انتوا ممكن تشكلوها على سيخ، على اي حاجه موجوده عندكم بالشكل ده. شايفين الجمال؟ الله اكبر، مفرغه وتحفه. والعجينه بتتشكل. انا شكل معايا برضو حوالي مثلا 12 او 13 قطعه. تعالوا بقى نعمل الوصفه التانية. هنجيب برضو نفس الكميه. هنعمل دلوقتي احلى برجر ممكن تاكلوه. احنا هنحط معانا ملح، وهنحط كده كمون، وهنحط فلفل اسمر، وهنحط بابريكا، وهنحط كده معلقتين كبار كده من النشا، وهنحط بقى توم باودر وبصل باودر وبرده رشة من الكاري، وهنحط معاها بهارات برجر او بهارات بقى اللي بيفرق الطعم اصلا. في الشركات بيحطوا اي لحوم واي كده، بيحطوا هي البهارات اللي بتظبط. هتجيبي بهارات لحمه او بهارات برجر من العطار وهتحطيها، وهنحط معاها بيضايه. واضربي بقى الكلام الجميل ده كله مع بعض. ممكن تحطوا معلقه كاتشب وممكن تستغنوا عنها بالشكل ده. هنضربهم كويس مع بعض. انا مسرعه الفيديو بس عشان ما يبقاش طويل عليكم، بس ان شاء الله يبقى فيه الخلاصه وكويس. هنجيب بقى الخليط بالشكل معانا ده، وهنجيب مكبس البرجر لو متاح عندكم. مش متاح مش هنقف عادي على نشكل في اي غطا. بنحط كيس بالشكل ده وننزل عليه بالمكبس. شوفوا ما شاء الله، شايفين؟ هي مش رفيعه، بالعكس سمكها يعني سمكها كويس وكبيره ما شاء الله. وهنخلص بقى كل الكميه بتاعتنا. برضه هنجيب كوره الحجم اللي تحبوه. انا طبعا عاملاها كبيره عشان تبقى فيها لحم وكويسه. وبننزل بيها نكبسها بالبرجر كده، وناخدها بقى نرصها على اكياس زي بالمنظر اللي انتوا شايفينه كده لحد ما تخلصي كل الكميه. برضو انا معايا بسم الله ما شاء الله عمل كميه كبيره جدا. يعني عمل معايا حوالي مثلا 10 من البرجر. الحجم بتاعها كبير، وهتشوفوا دلوقتي السمك بتاعها في الفيديو زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. بالشكل ده. في كل كيس حوالي مثلا 6، يعني حوالي 12 قطعة بالسمك اللي انتوا شفتوه. وكله احلى برجر ممكن تدوقوه بامر الله. تعالوا بقى الوصفة اللي بعدها. هنعمل كفتة داوود باشا. هننزل كده بالخليط بتاعنا ونحط عليه برضو البهارات الجميلة بتاعتنا. هنحط كده معلقتين برضو من النشا، وهنحط بابريكا، وهنحط كمون وفلفل اسمر، وهنحط من الملح، وهنحط توم باودر وبصل باودر، وهنحط كاري، وهنحط فصين توم. وانا بحبها حراقه شويه فانا حطيت قرن شطه او نص قرن شطه. وهننزل بالكلام الجميل ده كله في قلب الكبه بتاعتنا وهنضربه. كفتة داوود باشا بقى ممكن تحمروها كده، ممكن تعملوها بالصلصة الحمراء. اكلة كده وسط الكبار والصغيرين بيعشقوها ما شاء الله. برضو هنشكلها بالزيت، برضو معلقة زيت في كده في ايدينا، وشكلوا الكور المقاس والحجم اللي انتوا تحبوه. انا عملتها بالحجم ده، هي متوسطة. وشوفوا الكمية ما شاء الله اللهم بارك، كمية تحفة جدا، وصفة جميلة. تعالوا بقى ندخل على وصفة الفراخ. معانا كده حوالي 3 حبات من البطاطس سلقناها وهرسناها بالشكل ده. هنحطها في قلب الكبة. وهناخد البصل اللي كنا راكنينه على جنب، هناخد نص الكمية وحطينا نص صدر كده من الفراخ. وهنحط بقى نص كمية البصل ده. وهنحط بقى قرن فلفل اخضر، وقرن فلفل احمر، وقرن فلفل حامي. وهنحط البهارات كاري كده عشان يدي لون حلو، كركم. وهنحط معلقة كده من الملح والفلفل الأسمر. وهنحط معلقة صغيرة من النشا. وهنحط توم باودر وبصل باودر وفصين توم ومعلقة كده من البيكنج باودر. وانا هحط معاهم معلقة كده من الكاتشب. وهنضرب بقى الخليط الجميل بتاعنا ده. طبعا هو بيطلع خليط ناعم. في ناس ممكن تجيب الصينية، انا دهنتها زيت. في ناس ممكن تجيب الصينية وتحط الكمية تبططها وتقسمها بالسكينة وتستنى لما تجمد وبعد كده تشيلها وتحطها في الفيجيتار. او ممكن انا شكلتها بكيس الحلواني زي ما انتوا شايفين كده على شكل اصابع. شكلتها وهدخلها في الفريزر تجمد شوية.
وبعد كده هاخدها بقى احطها في الفيجيتار، وبعد الفيجيتار احطها في الاطباق بتاعتي. بتطلع جاهزة وعلى الآلية وبتبقى كريسبي وجميلة جدا. جربوها، احلى من بني الشركات وزيه واحلى كمان. هتحبوه، الاطفال هيحبوه كمان علشان هم بيحبوا الحاجات اللي هي شكل الاصابع دي. فان شاء الله تعجبكم، وبألف هنا مقدمة. زي ما انتوا شايفين كده عملتها كلها على شكل صابع ودخلتها في الفريزر. هي ما كانتش جمدت قوي، بس انا عشان كان وقتي ده، انتوا طبعا هتسيبوها تجمد براحتها. وهناخد بقى الاصابع معانا بتبقى بالشكل ده، ننزل بيها في الفيجيتار، طبعا مبهرينه بملح وفلفل. وطبعا نحط فيه لو حابين كاري او كركم. وايه، وناخد كده من البقسماط او الفيجيتار بتاعنا، وناخد كده ونحط بقى في الاطباق بتاعتنا. وتمشوا على الوضع ده في كل الكمية بتاعتكم بالشكل ده. بناخد الصباع وننزل بيه في الفيجيتار او البقسماط، نبهره كده بالشكل ده ونعينه بقى. طبعا بيعمل معانا كمية وفيرة زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. شايفين كمية الاصابع، حاجة كده موفرة، وحاجة تعملي منها اكتر من يعني اكتر من طقة. موفرة وجميلة، وهم هيحبوها قوي ان شاء الله. وكل ده من نص فلقة صدر، بسم الله ما شاء الله. ده الشكل بتاعها زي ما انتوا شايفين بعد ما حطيناها في البقسماط بتاعنا. وطبعا لو انت هتحطي فوقيها هتحطي كيس برضه عشان ما يلزقوش في بعض، وهتحطي بقى الكمية اللي انت محتاجاها. تعالوا بقى ندخل على تاني وصفة من الفراخ. هنجيب الصدر بتاعنا وايه وهنقطعه بانيه. بسم الله زي ما انتوا شايفين كده، هنقطع الصدر ده بانيه بالشكل ده. سمكهم يكون متوسط، يعني مش رفيعة عشان ما تتحرقش وتنشف مننا، ولو انتوا بتحبوها تخينة زي ما تحبوه يعني. هنقطعها بالشكل ده. انا عندو بحب اتبله فريش، يعني انتوا برضو حابين يعني تتبلوه. ممكن بقى تحطوه في مية بصل وتظبطوه كده، وبعد كده تحطوه في الفيجيتار او البقسماط بتاعنا. وانا كان في فيديو عاملين طريقة لتتبيل البانيه بدون فيجيتار وبدون بقسماط بالدقيق بس. هسيب لكم اللينك بتاعه في قلب الوصف ان شاء الله. دي طريقة اقتصادية برضو لو حابين، وحلوة جدا للزيت عشان ما يتحرقش من باقي البقسماط او الفيجيتار. انا خدت واحدتين بس من الصدر التاني، وبعد كده بقى الصدر التالت بتاعنا هنقطعه بالشكل دوت زي ما انتم شايفين شكل الاستريبس. وبعد كده هنقطعه مكعبات لان هنعمل منه شيش طاووق بالشكل ده. انا خدت حتتين بس مني، خدت من الصدر ده واحدتين للبانيه، هناخد من الصدر التاني قطعتين بالظبط بالشكل ده. وهنقطعهم بقى شكل مكعبات، مكعبات تكون حلوة كده يعني ما هيش صغيرة. بالشكل ده هنقطع كل الكمية الموجودة. وبعد كده بقى هنقطع معاها بصل وهنقطع فلفل. لو عندكم فلفل الوان ماشي، انا حطيت فلفل اخضر. هنبهر الفراخ، هنحط ملح وكمون وفلفل اسمر، وهنحط بابريكا، وهنحط كركم وكاري، وهنحط كده علبة من الزبادي، وهنحط بهارات فراخ. وهنقلب بقى الكلام الجميل ده كله مع بعض. شوف البابريكا مع الكركم والكاري بيدوها لون تحفة ما شاء الله. طبعا انا قطعت طماطم وبصل وفلفل. انتوا ممكن تحطوا فلفل الوان، وممكن تحطوا اي خضار تحبوه، ممكن تحطوا بطاطس، ممكن تحطوا اي خضار انتوا تحبوه مع الفراخ. انا استكفيت بالالوان دي بس. بقيت احط كده واحدة من الفراخ مع الطماطم مع البصل مع الفلفل بالشكل ده. شايفين الجمال؟ الله اكبر. اصلا ريحة التتبيلة كانت تحفة ما شاء الله. طبعا الزبادي بيديها طراوة مش طبيعية. زي ما انتوا شايفين كده هنخلص كل الكمية، هنشكلها زي ما انتوا شايفين كده. الالوان بتاعتها والله يا جماعة دي الوان الفيديو الاصلي، مش مركبة اي فلتر ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين الجمال، الله اكبر. شايفين الكمية معانا قد ايه ما شاء الله.
تعالوا نعمل اخر وصفة من الفراخ دي اللي خدنا منها قطعتين بس. احنا بقى هناخد الفراخ دي هنقطعها على شكل يعني ايه شرايح كده. ممكن نعملها شاورما في اي يوم، ممكن تعملوها اي حاجة انتوا تحبوه، ممكن تفرموها، ممكن تعملوا بيها اي حاجة. انا حبيت اسيبها شرايح كده لو حبيت اعملها شاورما. ودي طبعا دي كانت بقى البواقي من تنظيف مثلا من خلي الصدر، من وانا بقطع بانيه القطع الصغيره دي عندها عملت معايا ما شاء الله طبق صغير برضو. تعالوا بقى نعصج اللحمه بطريق عصاج اقتصادي هيضاعف معاكم الكميه وتحدي. هنجيب معانا كده البصل وننزل في معلقتين سمنه وننزل عليه بالثوم ونشوحهم كده مع بعضهم. وبعد كده هننزل معانا ده ربع كيلو لحمه مفرومه او اقل كمان، هنقلبه كده مع البصل والثوم. بعد كده هننزل عليه بقى بالمكون بتاعنا وهو الفول الصويا. انا جبت فول صويا ونقعته، نقعته في ميه وبيشرب الميه بتاعته. انا ما فرمتوش، ممكن انتوا تفرموه، ممكن تحطوه زي ما هو. انا حطيته زي ما هو كده. هو طبعا يعني مع التقليب وكده بيبقى ناعم وبياخد شكل اللحمه المفرومه بالظبط. وطبعا هنحطه بقى نقلبه كده مع اللحمه والبصل والثوم، وهننزل عليه ببهارات التعصيج بتاعتنا العاديه خالص، الملح ورشه سكر والفلفل اسمر والبابريكا وكل التوابل اللي انتوا ممكن تحبوها بالشكل ده. وحطيت معلقه من الكركم، وعندنا بفتك الكداب، وعندنا كفتة داود باشا، وعندنا فراخ متقطعة متقطعة شرايح، وعندنا بانيه، وعندنا بانيه الشركات، وعندنا كفتة، وعندنا لحمة مفرومة، وعندنا زي ما انتوا شايفين كفتة اللحمة بالبرغل. شايفين وجبات ما شاء الله اكتر من 15 طبق يكفوكي طول الشهر. انا زوزة ودي قناتي. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تتابعيني وتشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد. باي باي.